السلام عليكم. المرة اللي فاتت احنا اتكلمنا ان في اقوام تانية سكنوا الارض غيرنا، وده ربنا اكده في القرآن الكريم. قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة الى بقية الاية. وذكر ان في اقوام من الجن او في اقوام سكنوا الارض وسفكوا الدماء وافسدوا فيها. والملائكة حتى ناقشته في الموضوع دوت وقالت له ان احنا بنسبح بحمدك ونقدس لك، فليه تخلق قوم في الارض بيسفكوا الدماء؟ فده معناه ان كان في تجربة ليهم قبل كده، لان اكيد لا يعلم الغيب الا الله، والملائكة اكيد برضو ما تعرفش الغيب وما تعرفش انه هيخلق مخلوق يسكن الارض ويسفك الدماء. فاكيد التجربة ديت مرت عليهم وعارفين ان اي كائن مكلف هيبقى نفسه هتغلبه، وهيبقى ليه من الشهوات ما تفسد عليه اموره وامور الارض. ووقفنا على كتاب ابن كثير البداية والنهاية لما ذكر قوم الحن والبن والخن والسن، ودي كلها اقوام سكنت الارض قبل الجن، والله بعد كده استخلف عليهم الجن. وده المحور كلامنا ان شاء الله باذن الله في الحلقة دي. وبعد الفساد اللي في الارض ربنا استخلف عليهم الجن، وهو يعتبر اول كائن عاقل مكلف ربنا سن عليه قانون العبادة. انتشر برضو الفساد والقتل ما بينهم على الرغم من الرفعة النسبية اللي ربنا وهبها ليهم، وهي نعمة العقل والإدراك. علشان كده نزل عليهم التكليف، إلا إنهم سقطوا في الاختبار الإلهي ده، ولم يبقى خارج إطار اللعنة إلا الجن الموعود، وهيبقى عدو الأول والأخير للمستخلف الأخير وهو الإنسان. وطبعا الجن الموعود دوت هو إبليس عابد السماء، اللي هيبقى بعد كده العدو الأول لنفسه ثم الإنسان. والتكليف يبقى حقق المراد منه، ربنا خلق فيهم الشهوة، وإلا كانوا هيبقى أقرب ما يشبه إلى الملائكة، غير مكلفين، راضين، مأمورين، مطيعين، منفذين فقط لا غير. يعني الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وبيه مجموعة شهوات زي الأكل، الجنس، المال. بس في تصوري إن الله سبحانه وتعالى خلق الجن وفي صفة أو شهوة واحدة أساسية من الشهوات اللي عنده، وهي التكبر. يعني إبليس لما كان في السماء كان عابد وذو منزلة بين الملائكة، وده بسبب عبادته. إلا إنه بعد ما الله خلق الإنسان شهوته وهي التكبر تغلبت عليه. تذكر قول الله تعالى: خلقتني من نار وخلقته من طين. يعني معنى كده واللي نفهمه ان شهوة التكبر انتصرت على العابد اللي جواه. وتحدي رب العالمين مش سهل، ويا ريته تاب وآمن زي ما تاب وآمن سيدنا آدم عليه السلام فتاب الله عليه، لكن اللي حصل كان غير كده تماما. بسم الله الرحمن الرحيم: فبعزتك وجلالك لأغوينهم أجمعين. الحقيقة هو التصور العام لسنوات طويلة بيقول إن آدم هو أول البشر، لكن في رأي تاني مخالف للتصور دوت بيقول إن آدم وبني آدم هم آخر البشر. والرأي دوت بيدعمه مفكرين كبار زي المفكر عبد الصبور شاهين. دعم الفكرة ديت في كتابه أبي آدم اللي عمل ضجة كبيرة جدا في تسعينات القرن الماضي. الكتاب دوت أو التوجه ده تلخيصه في كلمتين: إن وجود الإنسان على الأرض قديم، وقديم جدا كمان. ومن هنا نقدر نطرح حاجة تانية. العلماء بيقدروا عمر الإنسان على الأرض بحوالي 300 ألف سنة على أقصى تقدير. وبالبحث وجد العلماء إن سفينة نوح في تركيا عمرها بيقدر بحوالي 90 ألف سنة. طيب، هو أنا ليه قلت إن ده الإنسان العاقل أو المكلف؟ ده بسبب إن في علماء لقوا حفريات بتعود للإنسان بحوالي 1,000,000 سنة أو أكتر. ومنهم مثلا الإنسان جاوا، ومحدش يقدر ينكر وجوده على جزيرة جاوا الأندونيسية، ودوت بيقدر عمر بحوالي 1,000,000 سنة أو أكتر. وده طبعا غير إنسان باكين اللي بترجع حفريته لأكتر من 400 سنة وأكتر، وإنسان أفريقيا الأول اللي بترجع حفريته لأكتر من 350 ألف سنة أو أكتر. وأخيرا إنسان الياندرتال اللي وجدت ليه حفريات في شمال آسيا وأوروبا بيقدر عمرها بحوالي 350 ألف سنة. والصراحة بموجب هذه الحقائق التي لا تقبل مجالا للشك، وده اللي هيرجعنا لكلام الدكتور عبد الصبور شاهين وكتابه أبي آدم، إن كان في أقوام تانية سكنوا الأرض قبل بني آدم بس كانوا غير مكلفين التكليف بتاع بني آدم. وده أقوى تفسير لظهور الحقائق العلمية الخاصة بالإنسان القديم. وأول بشري مكلف وعاقل في هذه الأرض هو سيدنا آدم وبنيه. وبيقول كمان إن البشر هم عنوان عن الجنس وليس عنوان عن الإنسانية. ولا شك إن الإنسان المكلف بالتوحيد وجوده على الأرض
بيقدر بحوالي 100 ألف سنة على أقصى تقدير، إلا أنه أثبت علميا وجود الإنسان أو البشر قبل التكليف بسنوات تزيد عن مليون سنة. إلا للتوضيح، الدكتور عبد الصبور شاهين أخطأ فعليا لما قال إن سيدنا آدم جه من أب وأم بشريين. حاشا لله، وحاشا أن يبدل قول الله تعالى في سورة الزمر. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. صدق الله العظيم. إلا أنني أميل أن الله سبحانه وتعالى خلق أقواما أشبه ما يكون بالإنسان، لكن غير مكلفين بالوحدانية، حتى جاء أول مكلف من عند الله وهو الجن، حتى طغوا ثم استخلف الله الإنسان في الأرض وأمره وكلفه أيضا بالوحدانية. فكيف يكون آدم صاحب الخلق الجميل تحقيقا لقول الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم؟ حاشاه أن يكون أب مثلا لإنسان جاوة ويكون كالوحش في التعامل بتاعه اليومي، أو يكون أب لإنسان الياندرتال سكان الكهوف والعيشة البدائية الغير عاقل. فسيدنا آدم هو نبي عاقل خصه الله سبحانه وتعالى بما لم يخص به الملائكة، تحقيقا لقول الله تعالى: قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فكيف آدم يخلف من ورائه الوحش الأول وساكن الكهوف هو النبي الأول والمعلم الأول؟ وبكده نقفل السؤال الأول بعد البحث والتفكير، وهو آدم هو المستخلف الأول ولا المستخلف الأخير؟ والحلقة اللي جاية إن شاء الله هنجاوب على سؤال تاني، أو نحاول نعمل بحث عنه: هو احنا ليه اتخلقنا؟ وما هو الهدف من الخلق؟ لو شايف المحتوى عجبك ادعمني بالاشتراك واللايك والشير. سلام عليكم.